الخضار السوتيه السهل الممتنع. مين فينا مش عايز ياكل خضار سوتيه يكون مستوي وما يكونش مهري ويكون بالشكل اللي هو الفريش ده، ومن غير سلق ومن غير ما نحط في ميه مش عارفه ساقعه ومش عارفه ميه سخنه والكلام ده كله. بمنتهى السهوله هنعمله في دقايق فعلا وهيطلع بالشكل الجميل ده. بصوا هنا الجزر هنا في القرشه بتاعه الفريش وفي نفس الوقت مستوي. بصوا ده الكوسه فعلا مستوية وجميلة جدا من غير ما تبقى مهرية وليها المظهر المهري ده. وهنا برضو الفاصوليا مستوية من غير ما تبقى يعني مهرية او تكون ناشفة. جميلة جدا يا جماعة. طبعا انا الوصفة دي اتعلمتها بصراحة لان انا اتعقدت من كتر لو الواحد كل في اي مطعم بيبقى الخضار ني ولو عملناه في البيت بيبقى مهري، فتعلمت الطريقة بتاعته وظبطته جدا وقلت اقولها لكم ان شاء الله تعجبكم باذن الله. هنا بصوا احنا هنجيب الخضار هنقطعه تقطيعة الجوليان. دي اول تركية في الموضوع، ان احنا نقطع الخضار التقطيعة دي اللي هي الجوليان بالطولية دي كده. تختاروا بقى النوع اللي انتوا عايزينه. يعني هنا استخدمت جزر واستخدمت كوسة واستخدمت فاصوليا بروكلي مشروم روزماري اللي انتوا عايزينه. ماشي. هنيجي هنا هوت في طاسة وهنحط بصوا حتة قطعة زبدة صغيرة قوي، لان طبعا ده يعني خضار سوتيه يعني مرتبط بحاجة صحية فما تكونش دهونها كتير. ومعلقة زيت زيتون برضو صغيرة من هي بتاعت الشاي، معلقة شاي. وبنحط بقى الخضار وبنقلبه. بصوا يا جماعة تركات التسوية هي دي اللي بتطلع الشكل النهائي بالشكل التحفة دي اللي احنا شفناه. وفي نفس الوقت احنا هنا الموضوع سهل جدا وبسيط وسريع، بس هي تركات بسيطة جدا لازم تشوفوها وهتبقوا أساتذة في عمل الخضار السوتيه اللي بالمظهر والشكل الجميل وما بيفقدش على فكرة الفوائد اللي فيه. هنا جبنا 3 فصوص ثوم مهروسة او فصين على حسب ما تحبوا، ده اختياري ده للتنكيف. انا من الناس اللي بتحب الثوم يعني وبحب فوائده برضو، الفوائد بتاعته عالية جدا فبستخدمه. لو مش عايزينه ممكن تشيلوه. وبنقلب كويس برضو. عايزين نشوح الخضار تشويح. هنا مع ربع معلقه صغيره من بهارات هكتبها لكم، توم باودر وبصل باودر. ولو عندكم بابريكا، انا هنا حطيتش بابريكا ما كانش عندي بابريكا، فلو عندكم حطوا. وكزبره ناشفه وملح وفلفل اسود ويعني يا ريت ما تزودوش التوابل، يعني قللوا حتى عن الكميه اللي انا حطيتها دي. هي ربع، اقل من ربع كمان، اقل من ربع معلقه. هنا حطينا ربع كوبايه ميه وغطينا الكلام ده سيبناه يستوي. هما 3 4 5 دقايق بالكتير وهتلاقوا خلاص استوى. هنا ربع كوبايه الميه دي مهمه جدا لان هي دي اللي بيستوي فيها مع التغطيه هيستوي الخضار وما نبالغش في السوا عشان ما يبقاش مهري زي ما قلت لكم. وهنحصل على الشكل الجميل والطعم الاجمل والفوائد كلها محتفظ بيها الخضار. بون ابيتي، جربوه يا جماعه. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.